السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتنا غادي تكون حلوة الريش بوند، ومن لا يعرفها حلوة الطفولة اللي صراحة ما كنستغناوش عليها وضروري خصها تحضر معنا في مائدة العيد. غادي نشارك معاكم الريش بوند بطريقة اللي هي ناجحة وسهلة، وغادي نعطيكم مقادير مضبوطة باش ان شاء الله تكون معاكم واحد النتيجة اللي هي مضمونة. فإلا كنتم مشتركينش في القناة ديالي كنقول لكم مرحبا ومية الف مرحبا، اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال فيديوهاتي. على بركة الله كنبداو ب 125 غرام ديال الزبدة، من الأحسن تكون بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نزيدو عليها واحد الكاس ديال سكر الخاشن اولا سكر سنيده، وغادي نزيدو واحد الساشي ديال الفاني. تقدروا تعوضوه بالفانيليا السائل الا ما كانش عندكم هذا، مهم ولا تقدروا تستغناو عليه وديروا القشور ديال حامضه محكوكين. قبيصه الملح دائما لتصحيح الذوق. غادي نخدموا هاد المكونات مزيان حتى يندمج لينا السكر مع الزبده، نخدموه مزيان. انا هنا شاركت معكم علاش باليد، لان كيف ما قلت لكم غادي نشاركها معكم بالطريقه الاصليه اللي كتوجد من قديم الزمان. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نستمر كنخدم مزيان وكنخدم بالكف ديالي كيف ما كتشوفوا كنخدم بالكف حتى يمتزج ليا دوك العناصر. غادي نزيد البيضه الاولى وغادي نخدم عاود بكفي مزيان حتى ندخل هاد البيضه مع هاد الخليط هذا. كما كتشوفوا غادي نخدم مزيان. البنات كتشوفوا اللون اصفر، فدائما كنقول لكم انا راه كنخدم بالبيضات بلديين، داكشي علاش كيعطي داك اللون الاصفر، لما البيض العادي راه ما تعطيش داك اللون الاصفر. غادي نزيد البيضه الثانيه، كيكونوا في هاد المقادير كيكونوا فيهم جوج بيضات. غادي نستمر مزيان كندلكها بالكف ديالي حتى غادي داك البيض يمتزج مزيان ونحس بان داك السكر راه داب صافي. وغادي نبدا كنزيد الطحين على حساب الخليط. بالنسبه ليا انا هنايا الطحين خدات مني تقريبا 450 غرام ديال الطحين اللي ضفت معاه خماره من فئه 8 غرام. كيف ما كتشوفوا راه على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق. انا عندي هاد الدقيق هذا ما كيشربش، وحتى البيض ما درتش البيض كبير في الصراحه، الا كان البيض كبير كتاخذ 500 حتى ل 550. المهم كان ندخل داك الطحين مع هادوك العناصر، يعني ما كنخدمها ما كندلكها، كنخلطها نورمال، وكيكون الكثافه ديالها كتكون شويه مطلوقه. يعني راها في اليد اللي كانت باقا فيها العجينه كتلصق، ولكن اليد الناشفه ما كتلصقش. نقدروا نقولوا كتجي على العجينه ديال لي بتي فور اولا الحلوى د البوق، يعني كتكون رطبه. كما شفتوا انا كانت عندي 500 شيدت منها 50 غرام، يعني خدات مني 450 غرام. صافي غادي نجيب اللاطه اللي انا غادي ندخلها للفرن. في هذا الاثناء انا راه شعلت الفران من التحت ومن الفوق على درجه الحراره 160 درجه. غادي نبدا كندير كويورات. البنات انا هاد الكويورات تقريبا درت فيهم 13 غرام، ولكن من الاحسن ديروا 10 ديال الغرامات باش تجيكم صغيره، لانها نتوما كتشوفوا انا جاتني شويه كبيره. المهم كنكور هاد الكويورات هادو كنخلي بيناتهم واحد شويه ديال ليسباس، لانها غادي تخمر ولكن ما غاديش تخمر بزاف. غادي نستمروا حتى غادي نعمروا هاد اللاطه هادي كما كتشوفوا على هاد الطريقه. هاد الحلوه راها مستربيه وكتحضر بسرعه. من بعد غادي ندخل اللاطه ديالتي الفرن، غادي نشعل عليها من التحت ومن الفوق. انا غادي نشرح لكم بالتفاصيل. كما كتشوفوا درجه الحراره راه هنايا 160 درجه، وشعلت عليها من التحت ومن الفوق وخليتها كتاخذ تقريبا واحد ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. كما كتشوفوا اللون ديالها راه ما كتحمرش، هي راه كتجي اللون ديالها هكا ماشي مغلوق ولكن محمر بالحق. كيبقى شويه، يعني ان فوا كنضغطوا عليها وكتكون ولا قصاحت ما بقاتش عجينه راه كتكون واجده. الا تبعتوا هاد الطريقه راه كتكون رائعه ومضمونه وناجحه وراها طيبه من داخل. غادي نتسنى عليها حتى غادي تبرد وغادي ندوز. انا خديت هنايا المربى ديال المشماش
تقدروا ديروا المشماش، تقدروا ديروا الخوخ، تقدروا ديروا المربى ديال البرتقال حتى هو كيجي مزيان. غادي نزيد عليه، انا هنا خديت رابعه ديال الكونفيتير وزدت على 2 معالق ديال ما الزهر، ولكن بالنسبه لي انا المقادير اللي شاركت معكم راه دوبلتهم، يعني رابعه ما كفاتنيش، كفاتني تقريبا رابعه وكفاتني عاود نص رابعه، يعني 125 غرام ديال تقريبا التوتال كانت 400 ملي ديال الكونفيتير او 400 غرام. صافي داك الخليط ديال المربى مع الماء الزهر غليته حتى وصل درجه الغليان ونزلته وبديت كنحط فيه ديك الحلوى. كاين بعض الاخوات اللي كيديروا الحلوى كامله في شي طابي ولا في شي طاسه كبيره وكيخويو عليها داك المزيج وكيخدموا بخيفه، كيبداو يهزوا وكيحطوا في الكوك. انا كنت يدي بوحدي، خدمتها بهذه الطريقه من الاحسن. كنديرهم في داك الخليط ديال المربى مع الماء الزهر، كنحيدهم، كنلاصق جوجات، تقدروا ديروا غير وحده كيف ما قلت لكم انا في الاول راه جاوني شويه كبارين، المهم ما جاونيش كبار بزاف، ولكن من الاحسن الا بغيتوهم يجيوكم ريش بوند ديروا فيهم فقط 10 ديال الغرامات. صافي كيف ما كتشوفوا انا راه كنلصقهم بالفرشيطه وعاد كنهزهم هكا، كنسقطرهم من داك المزيج ديال المربى مع الماء الزهر وكنحطهم مباشره في الكوك. بالنسبه للكوك، الا درتو المقادير اللي عطيتكم راه فقط 125 غرام ديال الكوك كافيه. انا كيف ما قلت لكم راه دوبلت المقادير باش تجيني الكميه كثيره. كملت هذيك العجينه وعاودت عجنت عجينه اخرى قدها. غادي نستمروا في هاد التفنه ديال هاد الحلوه هادي بهاد الطريقه. بغيتو ديروا غوانطي وديروا يديكم وتكون العمليه مسرعه من الاحسن، ولكن بالنسبه حتى هاد الطريقه ما كتاخذش وقت، حتى هي راها سريعه، فقط تغطسوهم في داك الخليط وتجبدوهم وتحطوهم في المربى. منين غادي يعمر لكم هذا التبصيل عفوا غادي نجبدوهم وتحطوهم في الكوك، ما ديوش عليا. المهم بهذه الطريقه هذه، فالصوره راها الا خطأت راه الصوره راها واضحه. انا ما جربتش معكم هذا الفيديو، كيف ما قلت لكم ما جربتوش باش نشارك معكم جميع المراحل مرحله بمرحله. صافي كما كتشوفوا صافي كنبدا كنفندها في داك الكوكو وكنحطها في الطبسيل بهذه الطريقه هذه. فهي طريقه سهله وصدقوني راها ناجحه. وانا قلت لكم راه الحلوى ديال الريش بوند راه الحلوى اللي ما يقدرش يستغنى عليها شي واحد، فكيف كنقولوا جديد لجده والبالي لا تفرط فيه. وبهذا كنكون شاركت معكم هاد الحلوى هذه ديال الريش بوند معشوقة الجماهير. صدقوني راه كتجي رائعة وكتجي ناجحة وكتعطي حتى الكمية كتجي لا بأس بها. انا كنت اختاريت كمية كبيرة، داكشي علاش دبرت المقادير، ولكن راه عطاتني تقريبا علين 2 الكيلو الا ربع اللي عطاتني في هاد المقادير. هادو المقادير اللي عطيتكم دوبلتها. فكنتمناكم الا شفتوا الفيديو ديالي ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. ودمتم في امان الله، والى فيديو قادم باذن الله، مع الف الف شكر.